يا ريس، زمان كان في علاء الدين والمصباح السحري. عارفين القصه الجميله اللطيفه دي؟ احنا عندنا متعهده الحواديت في البرنامج ده ياسمين نور الدين هتحكي لنا قصه تانية مختلفه. علاء الدين بس بتاع 2018. مين علاء الدين؟ اسمها ايه القصه؟ علاء الدين ايه المره دي؟ والمصباح برضو؟ لا، والمترو. علاء الدين والمترو. ايه الحدوته؟ علاء شاب في العشرينات. ترو ستوري يا جماعه، قصه دي بقى حقيقيه. بجد. قصه حقيقيه وكله ومش من بجد على الثلاثينات. فكره، دي بس جديده. وفيها عظه برضو، يعني فيها برضو عظه مهمه كده. المهم يا سيدي، علاء كان وهو عنده 15 سنه راح لهيئه مترو الانفاق، وشايل معاه مترو كده صغير بلعبه بتاعته، ورايح لهم بيقول لهم انا مجنون مترو، انا بحب المترو وعندي افكار حلوه كتير عايزه اعملها. طبعا هم يعني شايفين ده طفل وجاي شيل يا يلعب. ابني المترو اللي في ايدك ده وامشي يا ابني. المهم في حد من المهندسين قال له طب ماشي، طب ما تدخل الورش ورينا كده ايه اللي عندك يعني. ففعلا لما دخل وبدا يتعامل معاهم في الورش عمل لهم 3 اختراعات هايله هايله. اول اختراع كان ماده الكاوتش بتتحط ما بين العربيات عشان ما يبقاش فيه فراغات ما بين العربيات، فالركاب ما ينقلوش من عربيه لعربيه اثناء ما المترو ماشي. حلو. ده اول اختراع رائع وجميل. او لما يوقف المترو، مش شرط لما، يعني عمرهم ما هينقلوا من عربيه لعربيه والمترو ماشي. ستيفن سيجال، جو ستيفن سيجال اللي انت متعوده عليه بطلي لو سمحتي. الاختراع التاني كان ايه؟ ايام الثوره كان المناطق اللي المترو بيطلع فيها في اماكن مكشوفه، كان ساعات بيحصل ناس تحدف بالطوب وناس بالظبط حاجات معدنيه، وطبعا تقل قيمتها يعني. طبعا فسواقين وركاب كان بيحصل اصابات، فهو عمل شبكه تتحط في مقدمه ومؤخره المترو، فحمت الناس وحمت المترو، تحمي السواق بتاع المترو. يعني حاجه بسيطه جدا، ابتكار بسيط جدا راح عامله مزوده على المترو من بقائه جوه ورش المترو، بقى حاجه عظيمه جدا. برافو علاء والله. ايه الحاجه الثالثه؟ الحاجه الثالثه ان هو كان في دايما مشكله ان ممكن القطر يتحرك او المترو يتحرك من غير ما يبقى الباب اتقفل، الاوتوماتيك بتاع الابواب كان بيحصل فيه اعطال بايظ. فهو عمل برنامج لتطوير الابواب، وما بقاش بيحصل كده، بقت بتتقفل الابواب. واخد شهاده فعلا من مترو الانفاق بتاكد ان هو اشرف على عمليه تطوير المترو ومشروع اصلاح الابواب. ده حلو قوي. جميل. فين دلوقتي ماسك ايه المنصب اللي ماسكه علاء دلوقتي في المترو؟ لا ولا اي حاجه. هو يعني كان عايز يتعين، قالوا له استنى لما تتخرج. هو كل ده ما كانش تعين؟ لا، هو كل ده ده كان هوايه في وقت فراغه كده، بيروح ورش المترو يخلص لهم حاجه ويمشي. هو ما بيتقاضاش اي فلوس ولا اي حاجه ومش متعين. فلما طلب ان هو يبقى يتعين بالظبط، قالوا له طب خلص الجامعه وقدم، ما اتاخدش. حلو الكلام ده. يعني هذا الرجل بعد ما خلص كل حاجه قال لهم انا عايز اتعين، قالوا له لا. ليه قالوا له لا؟ الاستاذ احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الانفاق. يا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا دكتور محمد، واهلا بالاستاذه ياسمين، واهلا بكل الساده المستمعين. اهلا بحضرتك، والف مليون مبروك لاذاعتنا الجميله دي ام يا فندم. الف مبروك علينا وعلى حضرتك، ومتشكرين جدا لهذه التهنئه. خليني اسال حضرتك، وانا عارف انك من الناس اللي يعني بيحبوا دايما يساعدوا الناس وبيردوا دايما على الاعلام، فانا عايز اسالك يا استاذ احمد بعد اذنك، علاء ليه ما تعينش؟ مفيش تعيينات. عندنا شركه مترو انفاق، احنا عندنا كشركه مترو. علاء اولا انا اعرفه معرفه شخصيه، وهو حد طموح جدا، شاب محترم جدا، ولكن احنا كشركه مترو انفاق من حوالي 4 سنوات التعيينات متوقفه، مفيش تعيينات عندنا في الشركه خالص، ولا ابناء عاملين، ولا بعقود مؤقته، ولا بعقود يوميه، ولا موسميه، ولا اي حد. يعني من 4 سنين مفيش واحد دخل المترو خالص. وحتى علاء لما جالي المكتب اكتر من مره وقابلته كذا مره ودخلته يعني عند كذا مسؤول، قلنا له نفس الكلام، ما ينفعش ان احنا ناخدك يا علاء عشان التعيينات مقفوله. في ابناء عاملين كتير منتظرين ان هم يتعينوا، وهم موجودين على الداتا بيز اللي هو قاعده البيانات بتاعت الشركه، فاحنا لو خدناك احنا كده بنهيج العاملين. أيوة، فما ينفعش، لازم هو اثبت كفاءه لا يا فندم، ممكن يبقى في استثناء. مش كفاءه. انت ماشيه بسيستم شركه، انت ماشيه سيستم شركه. طب خليني اسال حضرتك حاجه يا استاذ احمد. استاذ احمد، ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضل يا فندم. من كام سنه كده كان في شاب صغير من الشباب جه هيئه مترو الانفاق وقدم فكره أيوة. لطيفه كده، يعني تبان ان هي فكره بسيطه، اللي هي فكره الاستفاده من ظهر تذكره المترو، ان يتعمل عليها اعلانات و وقوبل هذا الولد ساعتها على حسب ما قرينا. يعني حضرتك برضو صحح لي لو انا قلت غلط. لا، هذا الكلام ليس له اساس من النصيحه. اولا ده انا حتى هو راح نفذها في الامارات يا فندم، مش كده؟ راح نفذها في الامارات. خليني اتكلم. اتفضل يا فندم، اتفضل. هذا الكلام طبعا ليس له اي اساس من الصحه ان احنا نقوبل هذا الولد. انا بقول لحضرتك مصدر موثوق فيه. احنا شركه مترو انفاق حاليا لا يوجد اي وظائف بالشركه
والشركه متوقفه التعيينات منذ حوالي 4 سنوات. مفيش حد دخل ولا مخترع ولا اي مخترع ولا اي عبقري ولا الكلام ده خالص. مفيش، احنا شركه متوقفه تعيينات، وكان في مسابقه نازله والمسابقه دي برضك متوقفه وفي ناس مقدمه فيها، وما ينفعش ان حضرتك تاخد حد، يعني ما ينفعش حضرتك مثلا ايه في مذيع عالمي اجيبه مكان الدكتور محمد او اجيبه مكان الاستاذ ياسمين عشان خاطر هو عالمي، لا. كل شركه او كل اذاعه او والله كل مكان والله المحطه هتبقى مبسوطه قوي بالموضوع ده، يعني الاذاعه عندنا هنا هتتبسط، غير ان عشان انا مزعج يعني وكده، لا هم هيتبسطوا عشان جابوا كفاءه نادره وهيحطوها في الاذاعه، فهتعمل لهم صوره حلوه. احنا عندنا سيستم الشركه ما فيش تعيين في الوقت الحالي، وما ينفعش ان احنا ناخد اي حد في الوقت الحالي من غير مسابقه. احنا التعيينات عندنا من خلال مسابقه بتنزل في الصحف، ده قرار رئيس مجلس وزراء وقرار مجلس اداره بيقول فيه ان لو شركه مترو انفاق طالبه تعيينات او طالبه موظفين تنزل اعلان او تنشر اعلان بالجرائد الرسميه وبمواقع الشركه. فاحنا ان شاء الله باذن الله لما ننزل الاعلان هينزل، وطبعا الاولويه للناس اللي هم ذات الكفاءه العاليه زي علاء او غير علاء. اما ارجع تاني للموضوع اللي هو الراجل اللي هو كان الشاب الطموح اللي كان بيقول ان هو بيخترع ان تذكره المترو يتحط عليها اعلان، لهذا الاختراع اصلا ده متواجد منذ انشاء مترو الانفاق، لما عملنا عقد مع الشركه الفرنسيه المورده للتذاكر اللي موجوده في محطات المترو اللي هي تتباع. العقد منذ انشاء المترو، يعني على ما اعتقد قبل ما الشاب ده يتولد او يبقى موجود في مصر، ده العقد موجود بيننا وبينهم ان شركه مترو انفاق لو حبت تحط اعلان على تذكره المترو، فالعقد بيقول ان احنا لازم نبلغ الشركه المورده قبل الاعلان ب6 شهور عشان يحاولوا يحطوا الاعلان على يعني الفكره موجوده اصلا، يعني الفكره موجوده، وانا طلعت يوميها بيان صحفي ونزل في كل المواقع وكل الصحافه، وهو ما تعينش، مفيش تعيينات والله. يعني سؤال اخير يا استاذ احمد، سؤال اخير، وانا شاكر لحضرتك وقتك وشاكر لحضرتك تشريفتك. يا حبيبي انا تحت امرك في اي وقت والله. الامر لله. سؤال اخير لحضرتك، لو الولد اللي اسمه علاء الدين ده دلوقتي بكره او بعده قرينا عن تعيينه في مترو الانفاق بتاع دبي، حضرتك بعيدا عن منصبك وبعيدا عن التزامات المسؤوليه اللي حضرتك فيها وانت على راسنا، حضرتك هتبقى حاسس بايه لما يكون واد عندنا عنده الدماغ دي، وهو واد ممكن يكون، يعني انا بقول واد يعني مجازا يعني، بس واد جدع كده بيخلص الموضوع ومش عارف يتعين وراح في بلد تانية هي على راسنا برضو الامارات، بس راح متعين في مترو انفاق دبي، انت هتحس بايه؟ لا مش حكايه احساس، هو مش بالاحساس، مش احاسيس ولا احساس، هو احنا شغالين بسيستم معين. يعني انت حضرتك هتحس بايه طبعا لما احنا مثلا ناخد نعين حد او نعين ولد زي ما حضرتك بتقول ونعينه، ويبقى في مثلا ابن من ابناء العاملين او حد من بره ومجموع بيه، ده هو اولا هو ولد معاد نوم، يعني معاد نوم، وبعدين ليه شروط خاصه لازم تبقى بين الاعلان بتاعنا يبقى فيه سلوك. ما هو دي شركه، مش شركه مترو انفاق، دي مش شركه صغيره، دي شركه كبيره طبعا، ليها قواعد وليها نظام وليها ارتباطات وليها يعني، وبعدين احنا بنمشي بقرارات. بقول لحضرتك قرار اذا السيستم هو اللي بيمنع تعيين علاء في مترو انفاق. لا مش كده نقدر نقول كده؟ لا مش بالظبط كده. ان المترو ليس فيها اي يعني احتياج في التعيينات حاليا، ولكن انا اعرف ان في تعيينات هتفتح قريب جدا علشان المرحله الثالثه اللي هي هتفتح في الخط الثالث. فان شاء الله باذن الله انا قاعد حضرتك من خلال اذاعتنا الجديده الجميله DRM ان احنا ان شاء الله الاولويه للعلاء وغير علاء، الناس المجتهده الجميله، الشباب الطموح اللي في مصر. شاكرين يا استاذ احمد. وعد من استاذ احمد، وعد مني ان شاء الله. احنا عندنا مسابقه هتنزل قريب، المسابقه دي ان شاء الله هتنزل قبل شهر 10 على ما اعتقد، عشان افتتاح المحطات الجديده اللي هي المرحله الثالثه في الخط الثالث لمترو انفاق، اللي هي محطه مترو كليه البنات اسمها، لا انا مش كليه البنات، اللي هي محطه هارون ومحطه هارون بتاع مصر الجديده، نادي الشمس بتاعت المطار، ثلاث محطات اللي هو اتجاه المطار. الثلاث محطات دول هيفتحوا ان شاء الله باذن الله في شهر 10، فقبل ما الافتتاح ان شاء الله هننزل مسابقه فهنعين فيها علاء ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. شكرا يا استاذ احمد، متشكرين لحضرتك مداخلتك، شكرا جزيلا. شكرا. هنا بقى يا استاذ ياسمين لنا وقفه كده بسيطه كده، انا تساليني انا بقى لو انت المسؤول اعمل ايه؟ ما هو فاكره الفيلم بتاع نجيب الريحاني، لو كنت مكاني، لا لو كنت مكاني، ده استاذنا الكبير الاذاعي الكبير الراحل ضياء الدين بيبرس، وكان بيقدم على البرنامج العام، وكان حاجه كده مشاكل اجتماعيه. بس انا هقول لك انا لو انا المسؤول اعمل ايه. انا عندي كفاءه والسيستم او القوانين او بتمنع تعيينها،
فاكره الفيلم بتاع نجيب الريحاني بيقول بتاع الشيء لزوم الشيء؟ اه يا سيدي انا اعمل حاجه اسمها اداره التطوير في الورش، هم. وعين علاء ده. اداره التطوير في الورش دي حاجه تستلزم ناس جديده بالدماغ دي، لازم يبقوا موجودين يا جماعه. مش محتاجين خالص ان علاء يروح حته تانية. انا مبسوط بكلام الاستاذ احمد عبد الهادي عشان قال لنا ان هو ممكن علاء يتعين في المره الجايه، لكن عايزين بقى السيستم يبقى سيستم بجد. اقول يعني لك ايه؟ على حاجه، انا اتبسطت من الحكايه دي فيها كمان من الاول خالص، مم. ان مهندسين اصلا المترو الانفاق دخلوه الورش يشوفوا ايه اللي في دماغه ويستفيدوا منه اصلا من الاول. حلو، دي خطوه حلوه. ده نص الكوبايه يعني رغم المليان. ان هم كانوا مستغربين قوي الموقف كله على بعضه، لكن دخلوه في الاخر ده نص الكوبايه المليان. وادينا اكتشفنا حد كويس ويقدر يفيد. لو انا بقى عندي القرار، مم. انا في 30 علاء، في 30,000 علاء، في أكيد. 3 مليون علاء، أكيد. اعمل فيهم ايه؟ لازم احبطهم؟ نستفيد منه. لازم نستفيد منهم يا جماعه، نعمل لهم الاداره المناسبه اللي يشتغلوا فيها، ولازم نستفيد منهم بدل ما حد غيرنا يستفيد منهم. علاء واحد من الناس الكتيره قوي اللي عايزه تخدم البلد دي.